اكبر قلعه رياضيه في مصر. اكبر قلعه رياضيه في مصر. لقب اطلقوا على نفسه نادي الزمالك. هو حر. هم حرين يا جماعه. انا والله انا واحد اهلاوي اهو، والله ما يعني مش عارف، في ناس فعلا متضايقه من الكلمه دي. نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. هم حرين. خصوصا ان مفيش بطوله يعملوها. يعني نادي الزمالك وجمهوره مفيش بطولات حقيقيه بيعملوها غير الترندات. فيا جماعه سيبوهم، سيبوهم ارجوكوا، سيبوهم يعيشوا، سيبوهم ياكلوا عيش. الكلام ده لاي حد مش عاجبه الجمله دي. انا اهلاوي وبقول لك عادي، بالنسبه لي عادي ولا يشغلني. والله ما زعلان. لان في ناس يعني فعلا الكلمه دي تتقال تتضايق فيها يا جماعه. ما عندك الاتحاد السكندري سيد البلد. الاتحاد السكندري سيد البلد. الاسماعيلي دراويش مصر، برازيل مصر. القاب مش بفلوس. مش هتنقص من نادينا حاجه. خصوصا ان في حاجه مهمه. هات اي مشهد كروي، مشهد كروي، شوف مين متصدره. يعني شوف مين في الصفوف الاولى في اي مشهد كروي في مصر، في افريقيا، في العالم العربي، وشويه العالم. كاس العالم اللي جاي ده هيجنن ناس كتير على فكره. دي حاجه واحده. الحاجه التانيه ودي اهم. انا بقى كاهلاوي شايف ان النادي بتاعي مش مبالغه ومش ترندات، هو اكبر قلعه رياضيه في العالم. انا من شويه قلت لك انت كزملكاوي انت حر، ده حقك، ده ترند تاخده لنفسك. النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه في العالم. انا شايفها كده، بالارقام، بالاحصائيات، بالتواجد في كل حاجه، في كل الالعاب. اكبر قلعه رياضيه في العالم النادي الاهلي، ده وجهه نظري انا. برضو اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه هو حر. انت كراجل زملكاوي اكبر قلعه رياضيه في مصر على راسي، ده حقك وترند وزي ما انت عايز، ما يشغلنيش. انت حتى البطوله الام في افريقيا، البطوله الام اللي هي رقم واحد، اللي هي بتأهل لكل حاجه، انت اصلا مش على الخريطه فيها. 5 ارقام خدتهم من زمن فات وخلصت وشكرا اتعشت. حتى يعني ممكن ما تاخدش القاب، بس كل سنه تبقى في النهائي او نص النهائي، هيبقى ليك احترام وتعظيم سلام. انت مش على الخريطه فيها اصلا. انت بتروح تلعب ابو سليم وابو محمد في بطوله الكونفدراليه، ومبروك عليك كسبت، مبروك عليك تستحقها. لان انت اصلا فريق مفيش غيرك في البطوله، تستحقها. برضو في حاجه مهمه عشان تعرف الكبير والصغير. يعني مثلا شفنا نادي روما، اي سي روما، قال لك يعني جت عليا اكبر قلعه رياضيه في ايطاليا. من يومين اشبيليه جت عليا اكبر قلعه رياضيه في اسبانيا. لكن انت شفت ريال مدريد عملها. الكبير كبير، الكبير كبير، والصغير صغير، والترندات مفيش اسهل منها. ولكن كويس ان انت طلعت الترند ده بنفسك، على نفسك. اكبر قلعه رياضيه في مصر. في ناس اكبر قلعه رياضيه في العالم. في العالم. ليه يا عم في العالم؟ البطوله القاريه رقم واحد في القاره بتاعتي. انا اي حد بيجي على سكه باخده يمين وشمال. كاس العالم بنقابل ناس قويه جدا وجامده جدا على قارتها، وبنعمل معاهم نتائج كويسه. بنطلع التالت. تطلع التالت في بطوله فيها مانشستر سيتي او ريال مدريد، فلامينجو البرازيلي، اوكلاند سيتي الهلال السعودي. لا، انديه قويه جدا وليها تصنيفاتها على مستوى العالم. اما انت تخش بطوله زي دي وتطلع التالت من 7 فرق. 7 فرق بس ما طلعتش السابع او السادس. لا، انا موجود مع الناس اللي قدام. عشان الكبير كبير. الكبير كبير. النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه في العالم. شكرا.